الأصل أن تتعاون السلطات الثلاث لخدمة الوطن، مو تتناحر. احنا ما احنا جيشين متضادين يعني، احنا بالعكس، احنا اذا ما نمشي بنفس الاتجاه ما نتطور. هذا الاصل في العمل. احنا حكومه واحده، هذه ترى الحكومه هي حكومه دوله الكويت، حكومه اهل الكويت، نعم. ما هي حكومه اسرائيل. الاصل تعاون، الاصل تعاون، أصل تعاون. فانا يعني انا اساعدك واساعدني نمشي بنبني وطن. بالضبط. انا ناصر، شنو سبب مشاكلنا يعني خلال الفترات السنوات السابقه؟ ان المجلس مو عارف، مجلس الامه مو عارف شغله والحكومه مو عارفه شغلها. مجلس الامه يبي يشتغل تشريعي وتنفيذي والحكومه تبي تشتغل تشريعي وتنفيذي. هذا المشكله. وهناك صراع على قولتهم باور ستراجل، من هو فرد عضلات، عدل، مين الاقوى. يعني هل معقوله ان عضو مجلس امه يروح حق الوزير يسوي كذي، عين فلان وكيل، عين فلان مدير، عين فلان؟ يا رجل حتى ضباط الشرطه اللي توهم شباب، بدل ما يختارون على حسب مواصفات وفيها نوع من العدل لاهل الكويت كلهم، هذا العضو يقول انا ابي تعطيني 100 ضابط حقي، هذا عطني 4-5 ملحقين عسكريين حقي. وانا اتحدى اي واحد بالدفاع يطلع يقول كلامي مو صحيح. الملحقين العسكريين تقسم كوتا، يعني حق العضو هذا، حق العضو هذا، حق الوكلاء والوكلاء مساعدين. يعني اذا انت كويتي تحب وطنك ومحترم وعايش يعني في ظل القانون، ما ممكن احد يحطك احمد انت وكيل ولا مدير ولا لا. مستحيل الا وراك احد. بيخالف. ليش؟ هذه تخلق العداء بين الناس وتخلق الشعور بعدم الرضا.